زلزال في الكاف. رئيس الاتحاد السنغالي تحت مجهر المحاسبة بسبب المغرب. القضية دابا ولات رسمية وحماضت بزاف بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد السنغالي. الكاف قرر يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم السيد فاي باش يمثل قدام لجنة التأديب في الأيام الجاية. والسبب هو دوك الاتهامات المجانية والخطيرة اللي وجهها للمغرب وللكاف فاش ناض في واحد الاجتماع رسمي مورا كاس إفريقيا في السنغال، وقال بالحرف أن المغرب هو اللي كيتحكم في الكاف وكيسيرها كيف بغى. هاد الهضرة ما دازتش مرور الكرام، خصوصا أن الواقع كيبين العكس تماما. رئيس لجنة الحكام في الكاف براسو فضح القضية فاش أكد أن اللجنة هي اللي عطات أوامر الحكم ماتش المغرب والسنغال باش ما يعطيش الورقة الصفراء للاعبين السنغاليين اللي انسحبوا. وهذا الشيء كيثبت أن السنغال هي اللي كانت مستافدة من الكواليس ماشي المغرب. ومن جهة أخرى فوزي القجع والجامعة المغربية ما ناويينش يسكتوا على هذا القذف، والتقارير كتقول أن المغرب غادي يصعد القضية حتى لمحكمة التحكيم الرياضي طاس، حيث باتريس موتيسيبي براسو اعترف باللي المغاربة ما غاديش يقبلوا بأنصاف الحلول ولا بقرارات لجنة الاستئناف اللي تقدر تكون محابية. هاد الصداع كيبين أن الهيبة ديال الكرة المغربية ولات كتشوك بزاف ديال الناس، ولكن القانون هو اللي غادي يفصل في الأخير باش كل واحد يعرف حجمه الحقيقي وما يبقاش يرمي التهم غير هكاك بلا دليل.